من فترة عملت فيديو ازاي تقدر تغير الاسم وباسورد الشبكة بتاعة الواي فاي على راوتر ويل جديد، وان طبعا جالي اسئلة كتير جدا. الناس مش عارفة تخش على الصفحة، ولما بتخش على الصفحة اصلا مش بيجي لها اي حاجة وبيبان ان النت فاصل. وفي ناس كتير اشتكت ان هي لما بتخش وتغير الباسورد الشبكة بتختفي، وفي ناس كتير مش مفرقة بين اسم وباسورد شبكة الواي فاي واسم وباسورد الراوتر نفسه. في الفيديو ده بقى هشرح كل حاجة بالتفصيل، ازاي تقدر تغير الاسم والباسورد بتاع شبكة الواي فاي، وازاي تخش على الصفحة بكل سهولة، وايه الفرق بين اسم وباسورد الشبكة واسم وباسورد الراوتر نفسه. بس قبل ما نروح لازم تكون عارف حاجات مهمة علشان تساعدك وعلشان ما يحصلش معاك اي مشاكل. اول حاجة لازم تاخد بالك منها بقى ان انت بتعمل الخطوات دي على راوتر وي، لان في ناس كتير بعتت لي ان هي مش شغالة وطلع في الاخر ان الراوتر بتاعهم اورنج وفي الاتصالات وفودافون والحاجات دي كلها. طبعًا الكود اللي فوق اللي إحنا بنخش بيه الصفحة أصلًا بيختلف من راوتر أو بيختلف من شركة لشركة. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها الراوتر اللي عندك اللي هو تبع شركة وي، الراوتر ده قديم والّا جديد؟ لإن الراوتر القديم اللي هو الراوتر الأبيض بتاع زمان في مشاكل فيه في السوفت وير، فلما تيجي تخش على السيستم أو تخش على الراوتر بيحصل مشاكل، ساعات ما بيخشش أصلًا وبيحصل معاك مشاكل. فإحنا بنعمل الخطوات دي على راوتر وي الجديد اللي هو لونه أسود. وحاجة كمان، لو أنت عندك كمبيوتر أو لابتوب يا ريت تعمل الخطوات دي عليه، لإن هيبقى أسهل وأوفر وأحسن ليك، هتتجنب مشاكل كتير ممكن تظهر معاك على الموبايل. بس برضه ما يمنعش إن أنت ممكن تجرب على الموبايل، ما فيش أي مشكلة. وأنت بتعمل الخطوات دي برضه لازم تتأكد إن أنت متصل بالشبكة اللي عايز تغير اليوزر نيم والباسورد بتاعها. يعني ما ينفعش تبقى فاتح داتا وتبدأ إن أنت تغير الاسم والباسورد بتاع شبكة تانية، ده مش هينفع طبعًا. وبرضه ما ينفعش إن أنت تتصل بشبكة واي فاي تانية وتيجي تعمل الخطوات دي، مستحيل إن هو يفتح معاك. فده لازم يكون متاح ومتوصّل بالتليفون أو باللابتوب اللي هتبدأ تشتغل من عليه. وبرضه في ناس بتبعت تقول لي إني باعمل كل الخطوات دي ومش بيفتح معايا. ما هو بُص، هو حاجة من ال3، يا إما الراوتر بتاعك مش وي، يا إما الراوتر بتاعك وي بس هو الأبيض القديم وده قُلنا بيحصل فيه مشاكل، يا إما أنت عندك ما فيش نت أصلًا. فلازم تتأكد إن كل الحاجات دي موجودة عندك ومُهيّأة إن أنت تقدر تخش تغيّر الاسم والباسورد. طبعًا الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدًا، بس لازم تبقى عارف الخطوات دي. حاجة كمان، أنت ممكن تجرّب من كذا متصفح، يعني أنت معاك كل الحاجات دي، أنت ممكن تجرّب من كذا متصفح، جوجل، فايرفوكس، الحاجات دي كلّها ممكن برضه تلاقيه بيخش على متصفح وما بيخشش على متصفح تاني. بس كده، لو أنت تمام والخطوات دي كلّها مضبوطة معاك، تعالَ بقى نخش على الراوتر ونشوف إزاي نقدر نغيّر الاسم والباسورد والمشاكل اللي بتقابلنا ونتعامل معاها. يالّا بينا. أول حاجة لازم تاخد بالك منها، تعالَ كده عند ضهر الراوتر، طبعًا ده اللي هتحتاجه كتير لمّا تيجي تخش على الراوتر نفسه. زي ما إحنا شايفين كده أنت عندك 192.168.1.1 اللي هو ده، بالشكل اللي إحنا شايفينه ده كده. ده الكود اللي بتخش عليه علشان يبدأ يجيب لك صفحة الراوتر. طبعًا الكود ده بيختلف من شركة لشركة، فودافون غير وي، غير اتصالات، غير أورنج. هتلاقي الكود ده مكتوب عندك في ضهر الراوتر أيًا كان نوع الراوتر اللي موجود عندك، هتكتبه بالضبط في المتصفح. تاني حاجة الuser name والpassword، الuser name والpassword دول زي ما إحنا شايفين كده الاتنين دول كده أهو، دول بتوع الراوتر مش بتوع الواي فاي. يعني الuser name admin ده admin، كلمة admin دي بتبقى في الراوتر بتاع وي. هتلاقي مثلًا لو فودافون هتلاقي مكانها فودافون، لو أورنج هتلاقي أورنج وهكذا. هنا الpassword بتاع الراوتر نفسه. طبعًا لو أنت ما عملتش أي حاجة في الراوتر أو ما غيّرتش إعدادات الراوتر، فده اللي هيخش معاك على الراوتر بتاعك، تمام؟ يبقى ده كده إيه الuser name والpassword بتاع الراوتر مش بتاع الواي فاي. تعالَ بقى ننزل تحت شوية اللي هي إيه WLAN SSID، دي أول شبكة معانا اللي هي 2.4، تمام؟ دي أول شبكة. طبعًا الراوتر بيبقى جاي بشبكتين، الشبكة الأولى اللي إحنا شايفينها قدامنا دي اللي هي 2.4، ودي الشبكة التانية اللي هي 5G. هنا ده بيبقى إيه، ده الuser name بتاع الشبكة الأولى أهو اللي إحنا شايفينه قدامنا ده كده، ده الuser name بتاع الشبكة الأولى، وده الuser name بتاع الشبكة التانية زي ما إحنا شايفينه قدامنا. الباسورد بتاعهم هُم الاتنين فين بقى، اللي هو ده WLAN security اللي هو ده، ده الباسورد بتاع الشبكتين اللي فوق. يبقى كده الراوتر فيه شبكتين، شبكة 2.4G وشبكة تانية 5G زي ما إحنا شايفينه قدامنا كده. ده الuser name بتاع الشبكة الأولى، الuser name بتاع الشبكة التانية، والباسورد بتاعهم واحد. يبقى كده عرفنا الفرق بين الuser name والباسورد بتاع الراوتر والuser name والباسورد بتاع
الواي فاي. دلوقتي احنا داخلين نغير اليوزر نيم والباسورد بتاع الواي فاي مش بتاع الراوتر. دلوقتي احنا هنخش نعمل بقى الكلام ده عملي ونشوف ازاي نغير الباسورد. طبعا جرب من على جوجل بالشكل ده، ما فتحش معاك جوجل جرب من على فايرفوكس، جرب من على كذا متصفح، بس لازم في الاول تكون ان انت عامل الخطوات اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. اول حاجه هكتب هو 192.168.1.1. زي ما احنا شايفين كده انا ظهر معايا اقتراحات، ما تدوس على اي اقتراح من الاقتراحات اللي بتظهر معاك دي، كمل كتابة فوق في البحث عادي لحد ما تكتب الكود واضغط على انتر، لان انت لو دوست على اقتراح من الاقتراحات دي مش هيفتح معاك صفحة الراوتر. يبقى انا اعمل ايه؟ هكتب 192.168.1.1 وادوس على انتر، هيبدأ يفتح معايا الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تعالى بقى دوس على ادفانسد بالشكل ده، بعد كده خش على الكود او الرابط اللي احنا شايفينه تحت ده كده، هيفتح معانا ايه؟ صفحة الراوتر بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. هيقول لي اليوزر نيم والباسورد. طبعا اليوزر نيم والباسورد زي ما احنا قلنا هنلاقيهم في ظهر الراوتر اللي هو ده ادمن، والباسورد ده هنيجي بقى نكتبهم ونخش على صفحة الراوتر. زي ما احنا شايفين كده انا كتبت هنا ادمن وكتبت الباسورد بتاعي زي ما قلنا في ظهر الراوتر. تعالى بقى اعمل لوجن او تسجيل دخول، هيبدأ يفتح معاك صفحة الراوتر زي ما احنا شايفينه قدامنا كده. الموضوع سهل وبسيط، تقريبا نفس الخطوات دي هتلاقيها في كل الراوترات اللي موجودة عندك، بس هتلاقي ايه؟ الاماكن مختلفة، سواء راوتر فودافون او اورنج او اي راوتر تاني هتلاقي نفس الكلام بس الاماكن هي اللي مختلفة. تعالى بقى احنا في راوتر وي، تعالى بقى نخش على الواي فاي علشان نبدأ نغير الاسم والباسورد بتاعتي اهو. زي ما احنا شايفين دبليولان سيتنج، اضغط عليها ضغطة هيبدأ يفتح معاك الشكل اللي انت شايفه ده. تعالى عند اللان اللي هي الاولى اللي هي دي، على هنا كده اضغط ضغطة، بص كده اللي فتح معانا ايه؟ 2.4. خلي بالك دي الشبكة الأولى، دي الشبكة الأولى اللي فاتحة معانا. تعالى بقى هنا كده ركز معايا في الحتة دي، لأن في ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده. بتيجي مثلا إن هي تروح دايسة هنا كده أهو، تروح جاية دايسة على أول اختيار اللي هو ده، ويظهر معاها الشكل ده يقول لك أنا ما اتغيرش معايا حاجة عشان مش دي الشبكة اللي إحنا هنغيرها. افصل دي كده وتعالى عند لان اس اس اي دي اللي هي دي، خلي بالك من اس اس اي دي، اضغط عليها ضغطة هيبدأ يفتح معاك الشبكات بتاعتك. الشبكات دي أول شبكة معانا اللي هي معمولة اون كده، اون دي معناها ان هي شغالة، اللي هي 2.4 اللي احنا قلنا عليها في الاول. انا هشغلها اهو واجي ان انا اغير، هتيجي على الشبكه اللي عندك اللي معمول عليها اون وتعالى غيرها. دي اول شبكه. عايزين نغير الاسم والباسورد، هنا اليوزر نيم تقدر تكتب اليوزر نيم اللي انت عايزه، ولو دوست على اون اللي هنا دي هيبدا يخفي لك الشبكه، وهنا الحمايه بتاعت الشبكه هسيبها زي ما هي. تعالى بقى عند الباسورد، ابدا اكتب بقى ايه الباسورد اللي انت عايزه. هنا طبعا عدد المتصلين، انت عايز كام واحد يتصل على الشبكه دي. وخلي بالك انت لما بتعمل اون للشبكه عند اللي هي هايد دي بتخفيها، علشان تيجي تخش عليها لازم تعمل اضافه شبكه وتكتب اسم الشبكه والباسورد. هنيجي بقى للشبكه التانيه اللي هي الفايف اللي احنا قلنا عليها برضو في اول فيديو. ارفع دي كده لفوق وتعالى نيجي عند فايف اللي هي معمول عليها اون، اضغط عليها كده ضغطه هيبدا برضو يفتح لك نفس الاعدادات، تقدر تغير الاسم والباسورد. هنا تحدد عدد المتصلين. لو عايز بقى ان انت تكتب هنا باسورد في الشبكه دي والشبكه اللي فوق تعمل لها باسورد مختلف، مفيش مشكله. عايز ان انت تعملهم الاتنين نفس الباسورد واسم الشبكه برضو مفيش اي مشكله. بعد ما تخلص خالص بقى كل الكلام ده هتيجي عند ابلاي اهي. تمام كده انت غيرت الشبكتين وظبطت الدنيا، وكده المفروض ان الموضوع اتعمل معاك ومفيهوش اي مشاكل. طبعا الموضوع سهل ومفيهوش اي ايه مشاكل خالص. بس كده الفيديو خلص معانا، ولو طبعا عندك اي استفسار او اي تعليق او اي حاجه سيب لي كومنت وهبدا ان انا ارد عليك واساعدك. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو علشان الكل يستفاد، والسلام عليكم.